القرار ده ايه برضه؟ ان هو قال لك القائمه بتاعه الدوري الاضواء والشهره 30 لاعب وهينطبق على قسم الكلام ده ما حصلش. هم لسه بيتكلموا في شكليات. ليه بتحيي اتحاد الكره على الشكل الجديد؟ بحييه ليه بقى؟ لان احنا طول عمرنا ناخد قرار ونتراجع عنه. انا خايف بقى وانا بقول بحيي اتحاد الكوره ان انا بعد العيد زي ما بيقولوا يقعدوا والانديه تضغط. الانديه تضغط يرجعوا في القرار. يبقى احنا معلش ما احناش هنرجعوا تاني. ما نشتغلوش باحترافيه. يبقى احنا هنشتغلوا زي ما بيقولوا لصالح الاجندات الخاصه. تمام. نروح للدوري الممتاز شويه فوق. تمام. معانا خبرين النهارده مهمين جدا. نبدا بالزمالك وبعدين نروح للاهلي، لكن الاهلي هنتكلم عن القايمه، قائمه مباراه امبي اللي هيحسم فيها او هيسلم فيها الدرع، لكن الدوري اتحسم من جولتين زي ما انتم عارفين. الاول نروح للزمالك. الزمالك بعد الخساره من اتحاد العاصمه كان في قرار من جانب مجلس اداره النادي بخصم 100,000 جنيه من كل لاعب، بل وخصم راتب من الجهاز الفني لمده شهر. وحصل النهارده في اول مران للفريق ما بعد العوده من الجزائر ان مجلس او ان إيناسيو تحديدا قال لا اسف انا مش موافق، ما عنديش اي حاجه في العقد تقول لكم ان انا لو خسرت او ان لو اي مباراه نتيجتها او حتى ادائنا ما كانش كويس يتخصم مني، انا مش موافق. الراجل فضل مصمم وقال انا مش هحضر التدريب النهارده، وقال كمان ان هو معترض بشده. يعني ايه رئيس النادي يقول لي العب بايمن حفني الماتش اللي جاي او حسام باولو؟ انا اوضح واقول وفي الاخر هي رؤيتي انا. هو قال يمكن من ساعات ان ايمن حفني لسه اثار الاصابه عليه وهو ما ينفعش كان ياخده معاه العاصمه الجزائريه. نفس القصه بالنسبه لباولو، هو مش مقتنع بيه. فقال الراجل رئيس النادي يقول لي العب بمين او ما تلعبش بمين، انا معترض على كده. فراح ساب التمرين وخرج لحد ما جه 2 من اعضاء مجلس اداره نادي الزمالك، احدهما نائب الرئيس احمد جلال ابراهيم والاخر هو هاني زاده، والاثنين قعدوا يتكلموا مع الراجل ويحاولوا يقنعوه علشان يرجع، وبالفعل عاد الى المران. ودي القصه الحاليه من ازمه بسبب اعتراضه على ان مفيش حاجه في اللوائح بتقول ان يتخصم مني راتب شهر. ده اوجوستو إيناسيو المدير الفني للزمالك اللي بيمتلك فريقه حاليا 5 نقاط في المركز الثالث في مجموعته بدوري ابطال افريقيا، وعنده مباراه كابس يونايتد في زيمبابوي الاسبوع اللي جاي تحديدا يوم الجمعه باذن الله. طب مين ال11 لاعب اللي هيلعبوا بكره؟ كالعاده بعد مباراه سموحه هيكون عدد من اللاعبين غير الاساسيين في لقاءات الدوري المصري الممتاز. الاهلي اعلن القائمه، عاد اليها عماد متعب احد اهم لاعبي الاهلي فيما يخص التاريخ، لكنه لم يكن مؤثرا بشده في هذا الموسم بقرارات فنيه. القائمه ضمت احمد عادل عبد المنعم، ربما يكون هو الحارس الاساسي في اللقاء غدا لان معاه محمد الشناوي اللي لعب لقاء سموحه. في مسعد عوض كمان موجود في القائمه، في حسام غالي، في عماد متعب، في سعد الدين سمير، في مؤمن زكريا، في رامي ربيعه، في محمد هاني، في كريم ندفد، في باسم علي، معهم صالح جمعه اللي تالق في المباراه الماضيه، في عمرو بركات ممكن نشوف له دور في اللقاء المقبل، في حسين السيد، وفي عمرو جمال عمرو السوليه. ويعود احمد حمودي الى قائمه الاهلي اللي بتضم ايضا اكرم توفيق وصبري رحيل ومحمد نجيب واحمد ياسر رياني. وكده في استبعادات: شريف اكرامي، في عبد الله السعيد بره، في احمد فتحي بره، في احمد حجازي بره، في ميدو جابر، وليد سليمان وعلي معلول واجاييه وحسام عاشور مش موجودين في لقاء امبي غدا باذن الله اللي الاهلي هيستلم خلاله درع الدوري المصري الممتاز. استاذ احمد، بالعوده للدوري الممتاز به بنتكلم عن تدهور مستوى الفرق الشعبيه. ايه اسباب ده في الموسم اللي فات؟ عايزين دايما نعالج بقى مره الجروح بتاعتنا بصراحه وضوح. المنصوره، دمياط، دمنهور، الاولمبي، كل الانديه ديت تمام، دي انديه جماهيريه، لكن يبقى دايما السؤال في مصر ليه احنا الانديه او مجالس الادارات في الانديه ما بتاخدش القرارات مجتمعه؟ ليه دايما رؤساء الانديه بيبقى هو كل حاجه في النادي؟ يعني هتدور انت الازمات في الكره المصريه فين؟ سواء الانديه فوق او تحت في الانديه ديت انفراد رؤساء الانديه بالقرارات دون الرجوع للاعضاء. يعني معاه مجلس اداره، اتحداك لو اثبت في مصر ان في مجلس اداره بيجتمع وياخد قرار بشان مدير فني. لا، دايما رئيس النادي هو وحواليه الحاشيه بتاعته يقعدوا ويختاروا رئيس النادي المدير الفني الجديد. لكن ما فيش حد يقعد على الترابيزه ويطرح اسماء ويناقش مشاكل ويقول لك نختار المدير الفني ده ليه وعشان ايه. ده كل عضو مجلس اداره يقول رايه ويقول السي في بتاع المدربين اللي معروضه قدامه. لا، أيوه. كل رئيس نادي بيقعد زي ما قلت لك مع الحاشيه بتاعته ويختار. العلاقات هي اللي بتحكم، يعني تعيينات بتحكم في كل حاجه. وده اتمنى من وزير الشباب ان هو كان دايما لازم يعمل حاجه زي ديت تحد من ديكتاتوريه رؤساء مجالس الاداره في الانديه. دايما يبقى رايه ما يبقاش هو رايه الفيصل في كل حاجه، لكن رئيس النادي
لا هو اللي بياخد قرار مدير فني، والدليل ان بعض الانديه غيرت مدرب واثنين وثلاثه واربعه، والكلام ده عن جهل. يعني في مدربين غيرت انديه، غيرت مدربين كبار جدا. مظبوط. وحصل سقوط ليهم. ده بسبب ان رؤساء الانديه عايزين كده، ولا بسبب ان الرعاه بيجبروا رؤساء الانديه على كده؟ هو بقى، ما هو الحاشيه بتاعته بقى رعاة وكلاء لاعبين. أيوة. اصحابه على القهوه قاعدين فين، لكن مش قرار منفصل من مجلس الاداره بالتشاور. مش قرار مجلس اداره. وكنت اتمنى بقول لك في اللائحه الجديده ان يتم تحديد او الحد من ظاهره ديكتاتوريه رئيس النادي. طيب معانا نقاط مهمه كتيره، فعايزين ناخد اجابات مكثفه وسريعه جدا. اولا كانت في شكوى واضحه جدا من اغلب فرق الممتاز به وتحديدا الصعيد ان الحكام مستواهم ما كانش ايجابي، ايه السبب؟ لان هو الحكم النهارده زي مثلا مطروح يجيب لك لجنه حكام علاء ولي الدين، ودي السلبيه الوحيده في لجنه حكام على فكره. علاء ولي الدين مثلا حكم من مطروح يجي يحكم في بني سويف او في الصعيد، ما انت ما بتجهزلوش اوتيل يبات فيه قبلها بيومين ثلاثه، لا انت بتوديه ليله الماتش، هو سهران في القطر، ينزل يقعد على القهوه، بيطلع من القهوه وهو نايم على الماتش. اكيد هيدير الماتش وهو ما هوش مركز في الماتش، عشان كده بيحصل اخطاء. وقلنا الكلام ده اكتر من مره مع استاذ اسلام صادق وفي اكثر من منظومه اعلاميه. لجنه الحكام لازم تحد من الكلام ده. واخيرا دكتور عزب حجاج كان من يومين ثلاثه قال لي فعلا احنا هنبدا نستجيب للقصه ديت، وهنبدا ان احنا نختار حكام يكونوا قريبين من الصعيد، من الجيزه او كل محافظه قريبه من المحافظه. لكن كنا في بعض الاحيان كنا بنجبر على كده. ليه؟ عشان كان عندنا حكام معينين عايزين نجربهم في مباراه صعبه، لكن خلاص من الموسم الجاي القصه دي هتنتهي تماما. طيب ليه الاسيوطي صعد للدوري الممتاز بشكل مبكر جدا بفرق 19 نقطه عن اقرب ملاحقيه؟ في اجابه سريعه. اجابه سريعه نظرا للفوارق الفنيه العاليه اللي بين الاسيوطي الفنيه والماديه اللي بين الاسيوطي وبين جميع فرق المجموعه. محمد عنتر لاعب الاسيوطي يستحق 10 ولا مليون؟ يستحق 10 مليون ولا يستحق. ليه؟ هو لعيب كويس ولاعيب مميز وعلى عينه وعلى راسه كل حاجه، لكن هو مش اهلي مش زمالك. لا، محمد عنتر كويس لكن ممكن يلعب اسماعيلي، ممكن يلعب اتحاد، والكلام ده وايه سبب اصرار الاهلي والكابتن علاء ميهوب على ضمه؟ يعني حاجه برده مش واضحه، والكلام ده حتى قلت لوائل حبيب مدير الكره في الاسيوطي قبل نهايه الموسم، قال لي الاهلي عايزه، قلت له هو ايوه لعيب كويس كل حاجه لكن مش الاهلي مش الزمالك. الاهلي والزمالك لهم قماشه معينه من اللعيبه. طيب نروح لسؤال الفيسبوك ونشوف الاجابات، وهسالك برضو على تعليقك اكيد يهمني جدا. محمد صلاح هل تتوقع له النجاح في تجربه ليفربول اللي هيبدا مشواره معاه خلال الموسم الجديد؟ محمد خميس بيقول الشخص الناجح والمجتهد في عمله بينجح في اي مكان. محمد صلاح طبعا كان هداف روما في الموسم الماضي او احد ابرز الهدافين هناك. ايمن ابراهيم بيقول ان شاء الله يتالق وسيحصل على افضل لاعب في الدوريات الخمس الكبرى. ايمان سالم بتقول نعم، صلاح مع ليفربول مختلف عن صلاح مع تشيلسي، تطور اداؤه ولديه كافه مقومات النجاح. تتوقع صلاح ينجح مع ليفربول؟ ينجح للسبب لان هو مقومات النجاح اللي موجوده في محمد صلاح مش موجوده في اي لعيب تاني احترف بره. يعني احنا مش عايزين نشمل او نقول كل اللعيبه اللي احترفت بره. هو لعيب الكوره هو لعيب بينام بدري، لعيب ملتزم، لعيب ما بيقعدش في مكان خارج، لعيب بيتمرن بجديه، بيحافظ على نفسه، ما يعني في مقومات للنجاح. محمد صلاح الوحيد اللي بيطبق ده عكس كل النجوم اللي احترفهم المصريين خارج مصر. مين اهم المدربين اللي انتقلوا للانديه او تولوا مسؤوليه الانديه بدايه من الموسم المقبل؟ يعني بقى خد عندك كابتن ياسر الكناني في مجموعه الصعيد مع الالومنيوم، كابتن حماده الزمك مع سلام اسنا اللي صعد حديثا، احمد عبد الحليم مع المنيا، محمد يوسف مع بني سويف، شديد قناوي مع ديروت. خد بقى في المجموعه الثانيه علاء نوح طبعا الترسانه، وعلاء نوح ده من المدربين الجامدين جدا في مصر حاليا. ابو ثقل حسام غويبه مع ابو ثقل، في ايمن المزين مع اف سي مصر. طبعا ايمن المزين لو حقق الصعود الرابع مع اف سي مصر هيبقى حدث تاريخي وافريقي لايمن المزين لم يتكرر من قبل. ودي حاجه كويسه، عندنا مدرب مصري بهذا القوه من انه يحقق اكتر من صعود مع نادي في الممتاز به. عندك برضو محمد صلاح نجوم المستقبل، عندك رمضان السيد مع نادي المريخ، في برضو عندنا قسط المنصوره بقى. تمام. سريعا المنصوره في مشاكل. أيوة. والناس مش عارفه ليه المشكله. جاء الكابتن عبد الرحيم محمد تولى الفرقه لمده اسبوع وبعدين خد بعضه ومشى، فهم دلوقتي بيتكلموا مع كابتن نبيل محمود لكن مش عايزين يعلنوا التعاقد مع كابتن نبيل محمود. ليه؟ تمام. ودي من كواليس نادي المنصوره. أيوة. ان في شرط جزائي
بين المنصوره وبين كابتن عبد الرحيم محمد، لو هم تعاقدوا مع مدير فني تاني هو هيشتكي بشرط جزائي 3 شهور وهيفجر مفاجاه. الكابتن محمد معروف هيكون هو حكم مباراه التتويج بالنسبه للاهلي في مواجهه امبي، والكابتن محمد دسوقي هو اللي هيدير مباراه الانتاج الحربي مع سموحه في كاس القارات خلال الساعات المقبله يوم السبت، الجوله الثالثه والاخيره من المجموعه الاولى هتجمع ما بين المكسيك مع روسيا. روسيا لا مفر الا الفوز امام المنتخب المكسيكي، لان المكسيك لو تعادلت بس هتوصل، والبرتغال في مواجهه نيوزيلندا. نيوزيلندا الفريق الاضعف في هذه البطوله بطبيعه الحال، واللقاءين هيتلعبوا في توقيت واحد الساعه 5 بتوقيت القاهره. شكرا ليك استاذ احمد القصاص الناقد الرياضي في المصري اليوم، وتابعنا معاك كده جوله سريعه، لكن اكيد هنتابع الاسبوع اللي جاي يمكن انفرادات اخرى من الممتاز به. اشكرك والبرنامج جميل، واشكر عشاق القسم الثاني في كل مكان، واقول للشعب المصري كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الفطر المبارك. شكرا لحضرتك وانت طيب. شكرا ليكم، نورتونا في اكسترا تايم. بكره لقاء جديد بعد موجز الساعه 12 بعد منتصف الليل. تحيات فريق العمل وتحيات هاني حتحوت، الى اللقاء.